تلميع الفضة والذهب بيقلل في وزنه وفي سعره. مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ انا جاي النهارده ارد على سؤال الناس كتير سالته لي. هل يا علي تلميع الفضة والذهب بيقلل من سعره ووزنه؟ اعملوا سبسكرايب ويلا بينا نشوف. اول حاجه عايز اعرفها هو تلميع الفضة او الذهب ده بايه؟ في كذا طريقه نلمع بيها الفضة والذهب، تمام؟ انا هقول لكم طريقه وهجيب لكم صورتها وهقول لكم هل الطريقه دي هتاثر على الفضه او الذهب ولا لا. اول حاجه، فوط التلميع المعروضه على الشاشه دلوقتي. فوط التلميع دي ما بتاثرش ابدا ولا على الفضه ولا على الذهب، نفس الوزن نفس كل حاجه، ما تقلقش عادي خالص، ممكن تلمع بيها اي فضه او ذهب مفيش مشكله، هتلاقيها عند المحلات دايما او في ناس بيشتروها. تاني حاجه، السائل اللي معروض قدامكم ده، السائل ده انا عرضت السائل ده قبل كده في فيديو وقلت لكم طريقه تلميع بالسائل ده. السائل ده سهل جدا جدا، هسيب لكم اللينك في الديسكربشن. بيلمع الفضه بطريقه تحفه، ويلمع نفس الكلام برضو الذهب. وطريقته سهله جدا وبسيطه خالص، وده مش بيأثر ابدا في وزن الذهب ولا الفضه ولا بيقلل ولا اي حاجه، تمام؟ دي تاني طريقه. تالت طريقه القلاشه. القلاشه دي ممكن اكون ما شرحتهاش قبل كده، بس هي دي حاجه بسيطه خالص سهله جدا وتكلفتها بسيطه خالص. المكنه دي كلها على بعضها دي المعروضه قدامكم دي بتلمع الفضه كلها، بتلمع الذهب برضو، عباره عن كور صغيره ستانلس، بتلف لفه سريعه كده، جواها بيبقى ميه بريل او ميه فيري عادي خالص. بتلمع كده الحاجات بسرعه، بتلفها كده بسرعه وبتلمعها، تديها لمعه تحفه، بتخلي الحاجات كلها بتلمع، ودي ولا بتاثر على وزن ولا بتاثر على اي حاجه. القلاشه دي يستحسن ما تحطش فيها حاجات اللي فيها فصوص كتير، عشان دي وارد ان هي فصوص تقع، يا اما ممكن تعملها على سرعه بسيطه، تمام؟ دي تالت حاجه، القلاشه دي مش بتاثر. رابع حاجه الموتور. الموتور اللي انتوا شايفينه ده اللي هو قدامكم ده الحاجه الوحيده اللي هي ممكن تاثر على وزن الفضه او وزن الذهب. ده ليه؟ علشان الموتور ده بيلف بسرعه، بياكل زي يعتبر زي صنفره الفضه او الذهب، بياكل في وزن بس هيبقى حاجه بسيطه، يعني مثلا ايه 4 مللي 5 مللي 6 مللي كده، حاجات بسيطه مش عاليه قوي. بالنسبه للفضه مش هتاثر. بالنسبه للذهب لو لمعت مرتين ثلاثه ورا بعض بالموتور ده للاسف هيقل، ده هو ممكن ربع جرام، ممكن يخش له في حاجات زي كده 20 مللي ربع جرام. ودلوقتي انتوا عارفين الذهب بقى سعره ليه اسعار تانية خالص، فعشان كده الموتور ده الحاجه الوحيده اللي ممكن تاكل شويه في الذهب او في الفضه. لكن بقيه الحاجات كلها اللي بتلمع دي مش بتاثر اصلا على الفضه ولا الذهب، ولا بتاثر في وزنهم. ويا رب اكون افدتكم وقلت لكم الحاجات اللي هي بتاثر على الفضه والذهب وممكن تقلل في وزنهم لما بيتلمعوا بيهم، وحاجات اللي ما بتاثرش. ولو حد عنده اي سؤال يكتبه في كومنت، انا هرد عليه على طول. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك، وشكرا.